انا جيت. يا صباح الفل عليكم او مساء الخير حسب بقى التوقيت اللي بتشوفوه في الفيديو. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. عايزاكي بقى لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش كده تحطي لايك واشتراك في القناه، وعايزاكي كده تاخدي لفه وجوله في القناه وان شاء الله تستفيدي منها بافكار كتير حلوه. تعالوا بقى نقول كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده فيديو حلو قوي ان شاء الله يعجبكم كده، وعايزاكي بقى لو اخدتي اي فكره منه وهتنفذيها تحطي اللايك كده، ولو عجبك الفيديو كمان وانت اول مره تشوفيني ما تنسيش بقى اختك كده باشتراك حلو وتنوريني كده وشيرولي الفيديو بقى على قد ما تقدروا. تعالوا بقى اقول لكم اول حاجه بقى عملت ايه. اول حاجه بقى انا نزلت كده اجيب شويه حاجات، بس بصراحه ما جبتش اي حاجه خالص يعني، او ما نزلتش بصراحه. الجو حر قوي 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 وضغطي بيوطى جامد قوي في الحر ده لما بنزل فيه. فبابا بقى كان نازل يجيب كده شويه حاجات، فيعني كان نازل يجيب حاجات البيت عنده كده، فقلت له بقى يجيب لي نص بانيه معاه وفرخه بلدي. حلو. النص بانيه عامل 90 جنيه، والفرخه البلدي دي عملت 165 او 155 هو حاجه كده. دي فراخ بلدي النظيفه الحلوه. مش عارفه بصراحه كيلو الفراخ البلدي بكام العاديه، بس ديت قطعت كده يعني في سعرها. برضو وزنا قد ايه والله ما فاكره، هو قالي بس انا يعني مش بحفظ الحاجه بسرعه قوي قوي، اللي هو يعني ممكن الحاجه تمام وانسى في نفس اللحظه عادي. بصوا بقى انا عملت ايه. انا جبت كده البانيه اديته شطفه كده تحت الحنفيه عادي جدا، وبعدين حطيته في ليمون وشويه ميه. قلت اسيبه بقى شويه كده عشان اي زفره فيه، بس البانيه ما تغسليهوش كتير لانه هيتهري منك، لان هو اصلا لحمه خفيف. وانا بحبه كمان تقطيعه رفيع، للاسف التقطيعه تخينه كده وسميكه شويه انا بحبهاش كده. فيعني انا بحبه تقطيعته لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، بحبه تقطيعته مناسبه. فهو كانت تقطيعته للاسف تخينه جدا جدا يعني، ده الموضوع اللي ضايقني منه، انما هو بصراحه نظيف جدا وما شاء الله جميل وصابح وتحفه. جبت بقى الفرخه البلدي كمان كده قلت انضفها، هي كانت ما شاء الله برضو نظيفه جدا مفيهاش اي حاجه خالص. بس انا قلت كده بقى طبعا يعني هننضفها ما ينفعش نشيل. بصوا الفراخ بالذات، الفراخ بالذات لازم اول ما تيجي كده على طول بقى كده نغسلها وملح وليمون ودقيق، وبصي تنقعيها بقى في ميه بليمون وتظبطيها كده وتشيليها نظيفه. ما ينفعش خالص تشيليها زي ما هي جايلك كده من عند الفرارجي، ما ينفعش ان انتي تقومي شايلها زي ما هي كده في الفريزر. ليه بقى؟ لان بتبقى زفره فهتزيد زفاره، انما لو شلتيها بقى مغسوله وزي الفل هتلاقي الموضوع اتسهل عليكي جدا كمان. طبعا بصي انا بديكي افكار يوميه. حلو. لاني انا بجيب حاجتي بالاسبوع، يعني مثلا انا لو احتجت حاجه كده ومش موجوده عندي ممكن انزل ابني يجيبها، ممكن انا اروح كده اجيبها اخطف رجلي كده على طول واروح اجيبها، فاهميني؟ اللي هو ايه، اللي هو مش مرتبطه بميزانيه شهريه مثلا. يعني انا بمشي نفسي اليوم بيومه، وفي بقى مشتريات دي بتبقى للاسبوع بقى تمشي معايا اسبوع. بقالي فتره من اخر فيديو صورته لكم كده، ما صورت لكمش تاني مشتريات الاسبوع، بس ان شاء الله اليومين دول هعملها معاكم، لاني انا والله اصلا ما نزلتش يعني الجو حر قوي. فممكن ايه لو مامتي في السوق اخليها تجيب لي، لو ابني نازل اخليه يجيب لي، لو رايح درسه يعني لان هو الفتره دي بياخد كورس، لو رايح الكورس اخليه يجيب لي حاجات هو راجع. لان بجد الحر بيتعبني قوي قوي. بصوا بقى انا تبلت البانيه، شلت كده بقى الفرخه في الفريزر عادي جدا. وبصوا الرف اللي تحت ده مخليه بقى لو عيش بحطه على جنب، لو سمنه لو فراخ، والرف اللي فوق مخزنه في المانجا اللي انا عاملاها اللي انا كنت مفرزاها معاكم. بصوا بقى انا عملت ايه. البانيه تبلته طبعا التتبيله المعتاده اللي انتوا عارفينها واللي انا بحبها قوي قوي، وكان يعني كانت جاهزه عندي اصلا، التتبيله كانت جاهزه عندي، فقمت حطها على البانيه على طول. حلو. طماطمايه وبصلايه وفلفل رومي، واحده فلفل رومي كده حلوه، وملح وفلفل وسنه بهارات، تمام، وبضايه. بعمل كله بقى على بعضه، يعني بضرب الحاجات دي في الخلاط وبعدين بكسر عليهم البضايه واسيبها كده على جنب واحط فيها البانيه. بصي اقسم بالله التتبيله دي رهيبه 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 للبانيه بامانه. والفيجيتار بقى بتاع ماي واي ده
ده العشق بقى ده. بصوا جربت اشكال كتير وانواع وحاجات ومفيش حاجه تحفه قده. حلو قوي قوي. هو عامل دلوقتي 40 جنيه، بس بيقعد معاكي يعني بيعمل معاكي كميه كويسه. يعني مثلا لو انتي هتعملي 3 مرات، حلو، نص كيلو كده زيي، هيقعد معاكي مثلا بتاع 4 مرات. لو نص كيلو، لو هتعملي كيلو هيعملك مرتين 3 مثلا. حلو. هو حلو قوي قوي قوي. طيب هتعملي ايه جنبه؟ هعمل رز بسمتي بالكبده. خدت بقى الكبده بتاعه الفراخ البلدي والقناصه، وشوحتها كده مع بصلايه وشويه كده سمنه صغيرين، واديتهم تشويحه حلوه. اول كده ما خدوا اللون والتشويحه اللي انا عاوزاها والكبده اتاكدت انها استوت هي والقناصه، نزلت عليها الرز شوحته، ونزلت عليه كمان كركم، معلقه كركم كده كبيره، وعود قرفه ده اللي كان متوفر عندي، وملح وفلفل بس. مش هحط اي حاجه تانية. طبعا بقى انا عندي الشوربه، اصلا انا عندي شوربه كانت عندي في الفريزر، بحب قوي قوي اي شوربه بتاعت لحمه بتاعت فراخ طالما حلوه قوي والفرخه بلدي وحاجات نظيفه اشيلها عندي في الفريزر وقت ما عاوزه اطلعها، بتنفعني قوي 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 في الاوقات دي. حلو. فقمت بقى الشوربه كده سقيت بيها الرز وغطيته وسبته. حلو. خليكي عارفه ان الرز البسمتي بياخد ضعف الرز المصري يعني، او الرز البلدي بتاعنا. الرز البلدي كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، الرز البسمتي كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه، لان الرز البسمتي بيشرب الميه بسرعه جدا. وميزته بقى ان هو بيفلفل بسرعه وما بيعجنش معاكي خالص. يعني لو انتي فاشله خالص في موضوع الرز ده هيظبط معاكي قوي لان هو بيعجنش. وبعدين احنا كده كده ما عندناش ست بيت فينا فاشله، يعني حتى لو حاجه باظت معاكي آه عادي مصيرها تظبط. عايزه اقول لكم انا في اول جوازي عملت كشري، بامانه والله زي ما بقول لكم كده بالظبط. عملت الكشري وكان معجن جدا جدا، ومبقتش عارفه طب ارميه ولا ناكله. حلو. غرفت بقى وحطيته بتاع، كنت لسه عروسه بقى وانا وجوزي بس يعني معناش حد. فحلو. وهو يقول لي تحفه حلوه قوي قوي، عملتيه ازاي؟ وبعدين بعد ما اكلنا قلت له بجد الكشري كان حلو. بصراحه كان معجن شويه. قلت له ده كان معجن كتير، انت اكلته ازاي؟ كانش عايز يزعلني. بس هو فعلا الاكل بقى يظبط معايا قوي طبعا مع التعود. واحده واحده تتعودي تعملي وتدخلي المطبخ وبتاع، هتلاقي نفسك ما شاء الله بقيتي بيرفكت في كل حاجه. هتلاقي نفسك بقيتي استاذه 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 في المطبخ مع التجربه، ما تيأسيش. برضو عايزه اقول لكم الكيكه دي اول مره في حياتي اعملها باظت مني. تاني مره يعني معليتش قوي، كانت بتلط كده من جوه او معجنه شويه. عايزه اقول لكم بقى ان واحده واحده الكيكه دي بقت تحفه معايا، بقت تظبط جدا. بصوا كنت جايبه نص كيلو ترمس. نص كيلو ترمس عامل كام يا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه افتكر لكم والله ما فاكره، لاني كنت جايباه مع حاجات. يعني انا اصلا نزلت ابني جاب لي الرز البسمتي وجاب لي الترمس وجاب لي بهارات وجاب لي حاجات، فكان هو عامل بتاع حاجه وعشرين. هو الكيلو ب48، يبقى هو ب24 جنيه مثلا. تمام. الرز البسمتي كمان انا جبت ب20، يعني انا مش عارفه بصراحه الكيلو بكام، انا جبت ب20. بصوا بقى نقيته حلو قوي وغسلته وهنقعه من بالليل واعمله تاني يوم. حلو. يعني انا كده خلاص غسلته بقى زي الفل، مفيهوش اي حاجه. هو زي الفل مفيهوش اي حاجه. هو كان فيه بس عدس حاجه مكان ما بيعبوا الحاجه ويفضوها بتاع، ممكن حاجات تيجي على الحاجه المحطوطه يعني. كان فيه شويه عدس كده تحت، قعدت انقيهم واطلعهم. نقعته بقى كده وسبته في الميه. هعمله بقى تاني يوم، بس انا طبعا عملت معاكم الترمس كتير يعني، فانا هوريكم بعد ما اخلصه بقى. يعني بصوا بقى الرز كمان كان خلص معايا. هقلي بقى البانيه. وعايزه اقول لكم البانيه بجد ما شاء الله بالتتبيله بالفيجيتار بتاع ماي واي بيبقى بجد حلو قوي ومقرمش من بره وطري من جوه وخطير والله للامانه. بيبقى حلو قوي 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 الفيجيتار ده. لو بتجربوه قولوا لي في التعليقات، هيفرق معاكم قوي. جربوه كده وبجد تدعوا لي ان هو حلو جدا. في ناس طبعا ممكن تستخدم فيجيتار سايب يعني من عند العطار، جربته قبل كده بصراحه ما عجبنيش، فده حلو قوي قوي. خلصت بقى كده خلاص وغرفت بقى الاطباق بتاعه الرز بقى. تعالوا بقى اوريكم منظر الاكل وشكله التحفه. بصوا الرز ما شاء الله مفلفل وطالع تحفه. بقول لكم زي ما بقول لكم كده الرز البسمتي ما بيعجنش وبيستوي على طول.
اهم حاجه بس ان انت تشوحيه حلو كده مع السمنه او الزيت على حسب ما بتحطي، عشان ياخد لمعه كده. بس خلصت خلاص بقى. بصوا كان عايز شويه سلطه جنبه او مخلل، بس خلاص الحر خلاني مش قادره اقف اعمل سلطه. المطبخ عندي حر قوي 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 بطريقه وحشه. بصوا بقى انا كده خلاص تاني يوم، ده كده تاني يوم سلقت الترمس وسويته وقعد على النار حوالي ساعه. تمام. بعد ما سلقته وخلاص غيرت له الميه بتاعته، وحطيت ميه ساقعه من الحنفيه عادي، وحطيت عليه 3 معالق من الملح، 3 معالق كبار من الملح، قلبتهم معاه حلو. لو عوزتي بقى ملح تاني بزودي مفيش مشكله خالص، بس هو 3 معالق مع نص كيلو ترمس هيظبط معاكي قوي قوي عشان ما يحدقش. لو حبيتي ملح بعد كده حطي شويه. طيب احدق معايا ومش عارفه اتصرف فيه، غيري له الميه. لو احدق معاكي غيري له الميه، يعني ادلقي الميه اللي الترمس فيها وحطي له ميه جديده وما تحطيش فيها ملح. هتلاقي الملح اللي في الترمس نفسه نزل في الميه وهيظبط برده معاكي ويبقى زي الفل. كان عندي بقى كده شويه غسيل كنت هنشره، ده انا عندي غسيل هنشره وكان عندي غسيل هطبقه. وعايزه اقول لكم انا بسجل لكم الفيديو دلوقتي وعندي غسيل برده هغسله وهنشره. يعني الحمد لله الجو حر اليومين دول، وكلنا كستات بيوت طبعا فرهضنا وقفة مطبخ وحر وبننشر وبنعمل فربنا بجد يرحمنا برحمته. الحمد لله النور كده بقى اليومين ما قطعش. يعني نمسك الخشب مش عايزين نقر مش عايزين نقر كده لحسن انا لما بجيب سيرته بلاقيه قطع. بس هو بصراحة بيوقف حال الناس كلها بأمانة. موضوع النور ده بيوقف حال الناس كلها، وخصوصا كمان بقى بيقطع ويقطع المية معاه. معرفش ايه الموضوع الجديد ده ان المية تقطع والنور مع بعض في وقت واحد. الموضوع ده بجد بجد بيفصل. واحنا كمان بقى يعني ايه، انا خلاص ولادي الشهر الجاي هيبدأوا دروس نص 8 ان شاء الله بإذن الله. فعايزين بقى موضوع النور ده يخف شوية عشان احنا مش ناقصينكم يعني بأمانة. بصوا بقى نشرت وخلصت والدنيا بقت فلة. كان الغسيل كتير جدا عايز يتنشر، وكان عندي غسيل كمان اجلته لتاني يوم. ملايه الولاد بقى كانت مطربه كده شويه والجو حر وبتاع، فقالوا لي يا ماما غير لنا بقى الملايه ديت، مع اني والله كنت مغيراها قبلها يعني مثلا غيرتها النهارده، هم ناموا عليها بالظبط النهارده وبكره. جم بقى اللي هو بكره ده يا ماما غير لنا الملايه الجو حر وزهقنا. قلت لهم تمام. غيرتها لهم بقى. كنت انا بقى اصلا كنسه ومسحه الارض وكانت الدنيا زي الفل في الشقه، ما عنديش اي حاجه. بس هي الشقه عايزه مسحه عميقه، يعني عايزه مسحه عميقه. مأجلاها بمسح كده من حوالين الدنيا وبتاع، وممكن اشيل السجاد واخد مسحه كده. بس انا عايزه بقى ارمي ميه واعمل رغاوي بقى واصور لكم، لاني فعلا محتاجه الموضوع ده في الشقه لان الشقه حر قوي. بس هو الكسل اليومين دول الواحد مكسل يعمل اي حاجه، لان الحر بصراحه مخلي الواحد مش عايز يعمل حاجه اصلا، مخلي الواحد كده مش قادر يقف على حيله اصلا بامانه. بس ان شاء الله باذن الله هنعمل ده مع بعض. لو كنت بقى وصلتي لحد هنا متنسيش بقى اللايك بتاعي. في ناس بتتفرج على الفيديو ومتحطش اللايك، مش عارفه ليه، مع ان اللايك مش هيخسركم حاجه والله، ولا يخسركم ولا يكسبني والله. بس هو ايه، بيرفع الفيديو او بيساعد الفيديو ينشاف اكتر. الفيديو اللي فات واقع قوي 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 مشاهدات، واقع قوي مش عارفه ليه. وفي بعض الفيديوهات مش بتوصل لكل الناس. فلو انتي بقى مش عامله الاشعارات للكل، دوسي كده على كلمة اشتراك جنبها بيبقى جرس كده، دوسي عليه اعملي الاشعار للكل عشان اي فيديو جديد انزله على طول يوصلك باشعار. كان اخر حاجة بقى خلاص معايا شوية الغسيل دول، كانوا فوط وملاية، طبقهم بقى كده على طول وكده اكون خلصت كل حاجة وخدت بقى البريك بتاعي. عايزه اقول لكم بعد ما خلصت بقى كوبايه نسكافيه كده جباره. هتقولي النسكافيه في الحر ده، ما هو انا بقى بصوا يعني باخد شاور بقى حلو كده ساقع، واقوم بقى عامله كوبايه النسكافيه وقاعده قدام المروحه بقى. يا سلام بقى. بصوا عايزه اقول لكم تشربي احلى كوبايه نسكافيه قدام المروحه وده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون خفيفه على قلبكم. بحبكم جدا جدا جدا. بصوا مش قادره اوصف لكم والله بحبكم قد ايه. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم كلكم. استنوني في فيديو جديد، اتوحشوني. باي باي.